سلام بنات، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد من البودكاست ديالنا توقيت مارو. اليوم الحلقه ديال اليوم غادي نهضر لكم فيها على موضوع طاقه الانوثه المضيئه ولا الخفيفه او ما يعرف ب light feminine energy. هاد الطاقه اللي كتخلي اي بنت مشرقه مرتاحه جذابه ولا ما دير حتى شي مجهود كبير. غادي نكتشفوا شنو هو المعنى ديال هاد light feminine energy، كيفاش نعيشوا بها، وعلاش مهم نرجعوا ليها وسط هاد الحياة السريعة، الحياة اللي مليئة بالضغط، واحد الضغط مستمر حنا كاملين عارفينه. فما نطولش عليكم بزاف ويلا نبدا. شنو هي اللايت فيمينين انرجي؟ هي طاقة الأنوثة اللي فيها الخفة، الجمال، التقبل، الرقة، الصفاء. هي طاقة الاستقبال ماشي طاقة السعي والتحدي. هي فاش كتخلي البنت راسها تكون كتستمتع بأي حاجة، كتحس، كتعبر وكتعيش اللحظة كيف ما هي. ماشي ضعف ولكن قوة هادئة كتجي من التوازن الداخلي والرضا على الذات. يعني هاد اللايت فيمينين انرجي كتجي ملي كتكوني انت راضيه على ذاتك، كتكوني كتستمتعي باي حاجه وباي لحظه في حياتك، وكتكوني كتحسي وكتعبري وكتكوني هادئه. كيف ما قلت لكم هي ماشي ضعف ولكن قوه اللي هي هادئه. علاش مهم نكونوا في هاد الطاقه، وعلاش مهم اننا نختاروا اللايت فيمينين انرجي نكونوا فيها؟ اللايت فيمينين انرجي كتعطيك راحه نفسيه منين كتخرجي من طاقه السيطره، طاقه المقاومه، كتولي الحياه سهله. وكتحسي بانسجام، كتحسي واحد الانسيابيه في الحياه ديالك. كتعطيها لك هاد الطاقه هادي. كتزيد ايضا الجاذبيه الطبيعيه. الناس كيتاثروا بالطاقه الخفيفه والمريحه، وهذا الشيء كينعكس حتى على العلاقات ديالك. الا كنتي ديك اللايت فيمينين انرجي، الناس غادي يتاثروا بديك الطاقه ديالك وغادي يرتاحوا معاك، وهذا الشيء كيبان في العلاقات ديالك مع غيرك. كتخليك انت حقيقيه، كتولي كتعيشي في انسجام مع الطبيعه ديالك بلا ما تضغطي على راسك، بلا ما تكوني قويه بزاف ولا مستقله بزاف. دونك كتكوني متوازنه، كتكون واحد البالانس في حياتك اللي هي زوينه، كتخليك تعيشي مرتاح. غادي نهضر لكم على كيفاش نرجعوا لللايت فيمينين انرجي. الا كنتي انت ولا كنتي اي بنت كنتي ديجا في اللايت فيمينين انرجي ديالك وبغيتي ترجعي ليها، فاول حاجه غنصحك انك ديريها هي انك ترتاحي نفسيا وما تسرعيش. عيشي كل لحظه بهدوء. ماشي ضروري تكوني في الراكد ديما، ماشي ديما تكوني كتجري، تكوني ملهوفه على باش ديري اي حاجه في حياتك. لا، كل حاجه كديريها بشويه بوقتها، كل حاجه كتاخدي وقتك فيها. تاني حاجه وهي انك خصك تدللي راسك تدلعي راسك، تقبلي المشاعر، تقبلي الاحداث، وتقبلي حتى الناس اللي بعض المرات كيكونوا ماشي مثاليين، ولكن خصك تقبليهم. فواحد الطاقه الخفيفه كتقبل وكتسلم، ماشي شي حاجه اللي كنسعاو ليها ولا كتجي من بعد واحد مجهود كبير. لا، كتقبلي كل شيء باش كتولي في هذيك الطاقه ديالك، كتقبلي اي حاجه دايره بك، مشاعر، احداث، ناس، كل شيء. رابع حاجه وهي كوني في المشاعر ديالك. ماشي عيب تبكي، ماشي عيب تفرحي، ماشي عيب تحمسي. كوني متصله بالقلب ديالك، كوني ديما اي حاجه حسيتي بها كيف ما هي. حسيتي راسك باغا تبكي بكي، حسيتي براسك فرحانه فرحي، حسيتي براسك متحمسه تحمسي. اي احساس حسيتي به حسي به كيف ما هو. اخر حاجه خلي الراجل يكون في طاقه العطاء. نهضر على البنات اللي متزوجات ولا البنات اللي في اي علاقه. خلي ديما هذاك الماسكولين مان يخليك تحسي بهذيك الفيمينين انرجي ديالك، سواء كانت لايت فيمينين انرجي ولا دارك فيمينين انرجي اللي غادي نهضروا عليها من بعد ان شاء الله. انت ماشي خاصك تعلمي كل شيء ولا ديري كل شيء ولا تهزي الهم لكل شيء. لا، عيشي في طاقة الاستقبال. خلي الفرصة لهداك الرجل اللي معك يعبر على نفسه، يهتم بك، يعطيك، وانتي تقبلي واستقبلي. طاقة الفيمينين انرجي ولا اللايت فيمينين انرجي ولا الأنثى المضيئة هي طاقة استقبال، ماشي طاقة اللي خصها تستنزف، ولا طاقة اللي هي خصها تبقى تعطي بزاف ولا دير مجهود. لا،
عكس تماما. هي واحد الطاقة اللي خصك انتي تستقبلي فيها وتقبلي راسك والمشاعر ديالك والناس، وتخلي الناس يمدحوك وتخلي الناس يعطيوك. كتستقبلي الناس كيعطيوك وانتي كتستقبلي، ماشي العكس. في الاخير الانوثه الخفيفه ولا الطاقه ديال الانوثه المضيئه ماشي هي موضه، ماشي مود، ولكن اسلوب حياه. اتس لايف ستايل اللي هي كترجعي فيها لذاتك، كترجعي فيها القوه ديالك، الهدوء ديالك، كتسكني في راسك. كنهضرش على داكشي ديال الجنون ولا هذا، لا، عكس تماما. كنهضروا على انك ترجعي لراسك، تهتمي براسك، تلقاي القوه والهدوء ديال راسك، نقاء ديال الذات ديالك. ملي كتعيشي في هاد الطاقه كلشي كيتبدل، علاقاتك، صحتك النفسيه، حتى الفرص كيوليو كيجيوك بسهوله. وهذه عن تجربه ليا انا وصحاباتي. بزاف ديال الناس دايرين بيا رجعوا للطاقه ديال الانوثه ديالهم المضيئه. بزاف ديال الفرص كيجيوك بسهوله، بزاف ديال الحوايج كيجيوك انتي ملي كتولي كتستقبلي وكتولي كتقبلي اي حاجه دايره بك. خلي قلبك مفتوح وروحك خليها خفيفه مريحه. عيشي انوثتك بلا خوف، بلا ما تستريساي، بلا ما تهزي الهم لتا شي حاجه. فهذه كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم ديال لايت فيمينين انرجي او لا طاقه الانوثه المضيئه. شكرا على الاستماع ديالكم، بقيتوا معايا حتى الاخر. الا عجبكم الموضوع بارطاجيوه مع صحاباتكم، خليو لي لايك وخليو لي في لي كومونتير الراي ديالكم، وشنو هي الطاقه او لا المواضيع الانثويه اللي تبغوني نهضروا عليها في الحلقات الجايه. شكرا لكم على الاستماع مره اخرى. شكرا، باي باي.